حصلت الجزيرة على صور لمحاكمة أقامها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا لعدد من الجنود في الجيش اليمني. وقال الجنود المعتقلون أثناء المحاكمة إنهم تعرضوا للإخفاء والتعذيب في السجون التابعة للتحالف السعودي الإماراتي في بير أحمد بعدن منذ أكثر من 2.5 عام. ونفى الجنود اليمنيون المعتقلون لدى الانتقالي الجنوبي جميع التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم إماراتيا، كما كشفوا عن وفاة عدد من زملائهم في السجون بعدن جراء تعرضهم للتعذيب بإشراف قيادات عسكرية إماراتية. وقالت مصادر للجزيرة أن عناصر الجيش اليمني اعتقلوا عقب المواجهات مع مقاتلي الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بعدن في يناير من عام 2018. 3 شهور احنا بالتعذيب بالاهانه، تعذيب نفسي وجسدي يا سيدي القاضي. ايوه، ودون التحالف وبرون التحالف ودخلنا بير احمد، والنيابه حققت معي شهر 9 2018 سيدي القاضي. دفعنا محكمه شهر 9 2020.